السلام عليكم. بالنسبه للجمع العام ديال الامس اللي بغيت نهضر عليه، غنلخصو في واحد 2 دقائق ولا في دقيقه، ما نهضرش بزاف. كلشي تفرج في الجمع العام، كان منقول على المباشر، وكلشي شاف ان كاينين شي ناس في المنخرطين تبارك الله عليهم، شدوا الميكرو وهضروا وانتقدوا الاداره وقالوا المقترحات ديالهم وجالسين في البلايص ديالهم. هاد الناس هادو انا بغيت يكونوا بزاف من هاد المنخرطين هادو يكونوا معارضين، يعطيو الافكار ديالهم ويتصنتوا الاجوبه ديالهم كما عطاو هما اسئله فالاداره ولا الرئيس فهو راه جاوبهم. مي كاينين بعض الاشخاص اللي شفناهم منذ بدايه الجمع العام وهما يعارضون من اجل المعارضه، اي نقطه تيعارضوا فيها منين تيشدوا الميكرو تيبان لي ما تيعطيوش شي اضافه ولا شي افكار جديده، دائما فقط الانتقاد من اجل الانتقاد. وتبين انهم الجمع العام كامل وهما كيديروا واحد التدخلات اللي من وجهه النظر ديالي انا ما كتبانش ليا سليمه، لانك ملي تشد الميكرو بقى في بلاصتك، عطي الكلمه ديالك، انتقد وجلس وتصنت. ملي يكون يهضر واحد اخر تصنت ليه، ولكن هذا الشيء ما شفناش. اذا ما تنقولش اننا الا بغينا نديو الالقاب خصنا انيليو المنخرطين، ولكن لا، الا بغينا نديو الالقاب يمكن خصنا نبقاو نختاروا المنخرطين على واحد المعايير، رغم ان يمكن تختارهم اليوم على واحد المعايير وغدا يمكن يقلبوا الفيزتا. زعما ما وقع الامس راه صراحه راه للاسف. ورساله للجماهير ديال الوداد الرياضي هو انكم تشوفوا المصلحه ديال الفريق ديالكم. انا ما كنطبل لا الايتمنى ولا لهذا ولا لهذا، ولكن بكل صراحه الرجل الامس بان لي انه عاطيهم الكلمه لاي واحد. المنخرطين كلهم هضروا، جميع الاسئله جاوب عليها، وصراحه قناع، ماشي يعني غير اجوبه مقنعه. وهذا الشيء ماشي ما غنتقدوش، غنزيدوا ننتقدوه. والانتقاد اللي انتقدنا اي رئيس ديال الوداد سواء ايتمنى او واحد اخر فقط لنجاح نادي الوداد الرياضي. السلام عليكم ورحمه الله.